ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يلا نرسم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده هنتكلم عن شعب اسمه شعب اشور. الشعب ده يا صحابي كان عايش في مدينه كبيره قوي وعظيمه. المدينه دي كان اسمها نينوى، وكان فيها ناس كتير، رجاله وستات واطفال وحيوانات مختلفه، والناس دول ما كانوش يعرفوا مين ربنا، وده كان مخليهم يعبدوا آلهة كتيرة غير ربنا، والآلهة دي هم اللي كانوا عاملينها بإيديهم. وللأسف يا صحابي أهل نينوى كانوا أشرار ومتكبرين وضايقوا شعب إسرائيل وكانوا عايزين يستعمروهم، وأهل نينوى عملوا شر زي القتل والسرقة، ودي كلها حاجات زعلت قلب ربنا. وعشان ربنا حنين ومرضيش إن أهل نينوى يموتوا بسبب شرهم، قرر انه يحذرهم عشان يرجعوا عن شرهم والخطايا الكتيرة اللي عملوها. وربنا اختار واحد اسمه يونان، وهو من شعب ربنا وساكن في مدينة إسرائيل، وكان إنسان حكيم ونبي. يعني ايه يا صحابي نبي؟ يعني ربنا بيبعت النبي ده للناس عشان يحذروهم من الحاجات اللي هتحصل في المستقبل، وربنا وحده هو اللي بيكون عارف الحاجات دي. ومعنى اسم يونان يعني حمامة، ويونان كان بيحب ربنا جدا وبيحب كل الناس. وفي يوم من الأيام ربنا نده على يونان وقال له يونان يونان. رد يونان وقال له مين اللي بينادي عليا؟ رد ربنا وقال أنا هو الرب إلهك. رد يونان وقال اتفضل يا رب أنا سامعك. ربنا قال له يونان انت عارف أنا بحب الناس قد ايه؟ رد عليه يونان طبعا يا رب انت بتحب كل الناس عشان انت إله حنان ورؤوف وبتحب كل الناس حتى لو بعدوا عنك. رد ربنا على يونان وقال له عظيم انك فهمني يا يونان، انا بقى اخترتك لمهمة. رد يونان وقال له بجد يا رب اخترتني انا؟ ربنا قال له انت طبعا يا يونان عارف ان المدينة اللي اسمها نينوى شرهم صعد امامي. رد يونان اخيرا يا رب اخيرا هتهلكهم؟ انت عارف يا رب ان دول اعدائنا وبيضايقونا. رد ربنا وقال له بالعكس يا يونان، انا بكلمك دلوقتي عشان انت هتروح لهم وهتكلمهم عني وعن محبتي ليهم، وهتحذرهم وتقول لهم ان بعد 40 يوم مدينة نينوى هتتقلب وهتهلك لو فضلوا بيعملوا الشر. وهي دي مهمتك يا يونان، انك تحذرهم يبطلوا الشر عشان يعيشوا حياة مليانة فرح وسلام. تفتكروا رد يونان كان ايه؟ اول ما يونان سمع الكلام ده من ربنا قال ازاي يا رب عايزهم يعيشوا فرحانين، وانا اللي كنت فاكر انك هتنتقم لنا منهم يا رب. يا رب دول اصلا يعني بيكرهونا وبيضايقونا. قال له ربنا يا يونان انا بحبهم يا يونان زي ما بحبكم، وانت المفروض زي ما بتحبني تحب كل انسان حتى لو كان شرير وتتمنى انه يتوب ويبطل الشر. ربنا قال له يلا يا يونان عشان مفيش وقت، يلا سافر لمدينة نينوى وادخل المدينة وقول لهم الله بعتني ليكم عشان أبلغكم إن بعد 40 يوم هتخرب نينوى. وبعد ما يونان يا صحابي سمع الطلب ده من ربنا وتأكد إن ربنا عايزه هو اللي يروح ويعمل كده واختاره هو بالذات عشان يروح، فضل يفكر كتير في الكلام لحد ما قرر إنه مش هينفذ الكلام ده أصلا وهيروح لحتة بعيدة. بس فضل يقول ههرب فين؟ ههرب من ربنا ازاي؟ هروح فين بس؟ عارفين يا صحابي حصل ايه؟ تعالوا نعرف مع بعض. يونان فكر انه كده صعب عليه يروح يقول للناس توبوا، هو مش عايز الناس دول يتوبوا، فقال انا مش هنفذ الكلام اللي ربنا طلبه مني، انا هروح في حتة بعيدة خالص. ويا ترى هروح فين؟ قعد يكلم في نفسه كتير خالص ويقول هروح فين؟ ههرب فين من ربنا؟ شايفين يا صحابي ازاي يونان ما سمعش كلام ربنا واهو بيحاول كمان يهرب منه؟ تعالوا نعرف حصل ايه. قرر يونان انه يروح مدينة اسمها ترشيش، ووصل يونان لمينا اسمها يافا وشاف سفينة هتتحرك وسأل المراكبي هي السفينة دي رايحة ترشيش؟ قال له ايوه، ودفع يونان الأجرة وركب السفينة معاهم. وعلى طول يا صحابي اول ما يونان دخل السفينة نزل تحت ونام نوم عميق.
والمراكبية اللي كانوا على السفينة والناس اللي كانت موجودة بدأوا يفردوا الشراع والسفينة هتتحرك خلاص. لكن فجأة جت عاصفة شديدة جدا ورياح والدنيا هاجت في البحر، والناس اللي كانوا على السفينة خافوا جدا وفضلوا يقولوا الحقونا الحقونا، وقالوا احنا لازم نخفف البضاعة والصناديق. لكن برضو كل شوية كان البحر بيهيج أكتر وأكتر، والناس دول يا صحابي ما كانوش يعرفوا مين هو ربنا، وكل واحد فيهم كان بيعبد آلهة تانية. واحد منهم سأل هو في حد هنا معانا على السفينة؟ ردوا وقالوا له أيوة معانا واحد تحت نايم من ساعة مركبنا اسمه يونان. وكان يونان نايم نوم عميق جدا يا صحابي، وصحوه على طول وقالوا له يلا قوم صلي لإلهك إنه ينقذك. وكان يونان مكسوف جدا، عارفين ليه؟ عشان هو مش عارف إزاي هيصلي لربنا اللي هو أصلا هربان منه وما سمعش كلامه. وهو بيفكر في كل ده، كل اللي على السفينة اتفقوا إنهم يعملوا قرعة عشان يعرفوا مين هو السبب في اللي هم فيه ده، وعملوا القرعة 3 مرات، وفي كل مرة تعرفوا كان اسم مين اللي بيطلع؟ كان اسم يونان هو اللي بيطلع. وسألوه انت مين إلهك؟ قال أنا اسمي يونان وأنا إلهي هو اللي خالق السماء والأرض. أول ما سمعوا كده يا صحابي اتفاجئوا من كلامه وقالوا له طب نعمل إيه؟ إحنا خلاص هنموت كلنا بسببك. يونان قال لهم أنا هريحكم، انتم ارموني في البحر وأنا واثق إنكم أول ما هترموني البحر والجو هيهدوا على طول. ولما سمعوا الكلام اللي يونان قاله لهم يلا ارموني، قالوا له ازاي بس؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ وحاولوا مرة تانية انهم يرجعوا للمينا، لكن كان البحر برضو عمال يهيج والرياح كانت شديدة جدا. ويونان قال لهم يلا ارموني حالا واسمعوا كلامي. وبعدها كل اللي كانوا على السفينة قالوا احنا اسفين يا رب، احنا مش عايزين نرميه في البحر. وبعد كده شالوا يونان ورموه في البحر، وأول ما رموه الرياح هديت والشمس طلعت والجو اتحسن والبحر بقى هادي. ولما نزل يونان في البحر ربنا بعت له حوت كبير جدا وبلعه. وربنا بعت الحوت ده يا صحابي عشان يحمي يونان من الموت. ويونان وهو في بطن الحوت كان بيصلي وبيقدم توبة وبيقول انقذني يا رب، أرجوك سامحني يا رب على اللي أنا عملته، سامحني إني ما سمعتش كلامك. وبعد 3 أيام ربنا أمر الحوت إنه يخرج يونان على الشط. وأول ما خرج يونان على الشط وشاف السماء والبحر والأرض فرح وشكر ربنا جدا. واتكلم ربنا مع يونان وقال له أنا وصلتك بالسلامة أهو يا يونان، يلا بقى مفيش وقت، يلا روح حذر أهل نينوى وقول لهم إن بعد 40 يوم هتهلك المدينة. وقال له كمان أول ما يسمعوا كلامك كلمهم عني وإني بحبهم. رد يونان وقال له حاضر يا رب، أنا هعمل اللي انت عايزه. وراح يونان أخيرا مدينة نينوى وقال لهم يا أهل نينوى، ربنا بيقول لكم إن بعد 40 يوم المدينة هتخرب. والناس أول ما سمعوا الكلام ده اتفاجئوا جدا وقالوا ليه؟ قال لهم بسبب خطاياكم، وقال لهم توبوا وبطلوا خطاياكم وساعتها ربنا هيسامحكم. والناس سمعوا كلام يونان واتأثروا جدا جدا وبدأوا يصلوا. وبأمر من الملك اللي أول ما سمع كلام يونان واتأثر بيه على طول خلع لبسه الملكي ولبس لبس اسمه مسوح، لبس بسيط جدا جدا من الخيش. وأمر الملك أهل المدينة إن محدش ياكل منهم خالص وكلهم يصوموا حتى الحيوانات عشان ربنا ينقذهم. وربنا استجاب لأهل نينوى والمدينة خلاص يا صحابي مش هتهلك. وفرحوا وشكروا ربنا. يونان بقى اتغاظ جدا وما فرحش وصلى لربنا وقال له يا رب، مش أنا قلتلك وأنا في بلدي إنك هتسامح أهل نينوى وأنا ما كنتش عايزك تسامحهم؟ من فضلك يا رب خد روحي، أنا مش عايز أعيش. ربنا رد وقال له خليك فاكر يا يونان، أنا بحب كل الناس حتى لو كانوا أشرار. وبعد كده يا صحابي يونان خرج من المدينة وهو متضايق جدا، وكان بيبص على المدينة من بعيد وكان مستني ربنا يهلك المدينة.
وكانت أشعة الشمس حامية على يونان، وربنا عمل له شجرة تضلل عليه اسمها يقطينة، ويونان فرح بيها. وأول ما الفجر جه ربنا بعت دودة فضلت تاكل في الشجرة ودبلت. صحي يونان من شدة أشعة الشمس وهو متضايق وقال: يا رب، ليه أخدت اليقطينة مني؟ أنا كنت فرحان بيها جدا، دلوقتي أنا حران وعطشان وتعبان، أرجوك يا رب خد نفسي. رد ربنا وقال له: يعني أنت زعلان على حاجة أنت يا يونان ما زرعتهاش ولا تعبت فيها، ومش عايزني أنا أزعل على أهل مدينة نينوى اللي عددهم أكتر من 120 ألف إنسان خلقتهم بإيدي؟ وهنا ربنا حب يوصل ليونان إنه بيحب كل الناس. ودخول يونان لبطن الحوت 3 أيام وخروجه إشارة لموت السيد المسيح ودفنه وقيامته من بين الأموات. نتعلم إيه من قصتنا الجميلة دي يا أصحابي؟ نتعلم إننا دايما نسمع كلام بابا وماما. يعني مثلا لو ماما طلبت منك حاجة وإنتي ما كنتيش حابة تعملي الحاجة دي، زي إنك ترتبي أوضتك، لكن إنتي سمعتي كلامها ورتبتي أوضتك، يبقى إنتي كده فعلا كنتي مطيعة. وهو ده يا صحابي اللي احنا محتاجين نتعلمه من قصتنا، إننا دايما نكون مطيعين وبنسمع الكلام. الآية: فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت. الشاهد يونان 2:1. يا أصحابي يلا اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم، وكمان تابعوني، أنا على طول هنزل لكم قصص جديدة ومختلفة. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.